الحامل. الأم الحامل جدا مهمة إخواني، إذا أرادت تربي ابنها مو تربي ابنها لما يولد، تربي ابنها قبل أن يولد. أنا أتذكر في يوم كنا في حرم الإمام الرضا عليه السلام، عليه آلاف التحية والثناء، الإمام الرؤوف أنيس النفوس صلوات الله عليه. فصار ازدحام على شخص سيد معمم، ازدحام عليه صار، ما عرفت منه. بالأخير سألت قلت لهم منو هذا؟ قالوا هذا السيد أبو سيد محمد حسين الطبطبائي حافظ القرآن 5 سنوات، الطفل شايفينه؟ هذا أعجوبة حقيقة، هذا السيد عجيب، يحفظ القرآن بالعكس، يقرأ القرآن بالعكس، يعني من آخر الصفحة لأول الصفحة، ويقرأها من أول لآخرها. بعدين يعطيك شواهد، يعني تقول له اقرأ لي آية عن الجهاد يقول لك، آية عن فلان يقول لك، آية عن العلم، آية عن الأم، آية عن كل شيء يقول لك. زين، يعني ذكي جدا. فاجى سبحان الله قلت له مولاي علي بن موسى الرضا، من باب شغلتي أنا منبري، زين يا ريت أنه هذا قاعد يمي خلينا نسأله. فقعد يمي بصلاة الظهر سبحان الله، كنا ما أنساه، كنا في صحن جوهر شاد في حرم الإمام سلام الله عليه، قاعد يمي. فسألته، صار حوار بيني وبينه، سألته قلت له أبوي هذا ابنك 5 سنين عمره، احنا عندنا 5 سنين بالقوة يحشي، بعض الناس بالقوة يحشي، مو أنت حافظ القرآن كلش دقيق ما يخطأ، زين هذا ابنك يختلف مع الأطفال هذولي لو لا؟ هذا إله يعني علمتوه؟ قال لا ابني حاله حال بقية الأطفال، خلي الأخوات يسمعني، زين لكن احنا اشتغلنا عليه علمناه. قلت له شلون علمتوه؟ قال وهو حمل في بطن أمه، كانت أمه حامل، ما كنا نضع غير القرآن، أما تكنس احنا مخلين صوت القرآن، أما تكنس القرآن يعمل، نطبخ القرآن يعمل، تعمل بالبيت وهي نايمة القرآن يشتغل على طول، الكاسيت هذا الشريط يشتغل القرآن. هذا لما ولد ونطق أردنا أن نعلمه القرآن، قلت له بابا قول بسم الله الرحمن الرحيم. شايف واحد سامع القرآن حافظه وناسيه، واحد حافظه وناسيه، لم يتعبني الحفظ، خلال أيام قليلة حفظ سورة الحمد بكاملها كلها بشكل صحيح. هذا كان مجرد تذكير إله، لأن هو وين كان يسمعها؟ يسمع في بطن أمه. وهاي القاعدة جارية، حتى الحيوان أجلكم الله. هسه تجيب لك بيضة، هذا العالم الألماني الجرمني شفتوه ماذا صنع؟ جاب له 21 بيضة، زين قعدهن تحت دجاجة 21 يوم يقعدن بعد، مو لا؟ خلف النوع موسيقى يمهن، هذا بيض فراخ. طلعت الفراخ من بعد 21 يوم طلعت، لما طلعت إذا أراد يجمع الفراخ يطشرن، إذا أراد يجمعها شو يسوي؟ يشغل الموسيقى، نفس الموسيقى اللي كان في البيض مخليه لهن، واذا يجتمعن كلهم في نفس المكان. زين هذا هو حيوان ما يفهم، لا عقل ولا شيء ولا كذا واركبره. زين فما بالك البشر اللي الله سبحانه وتعالى خلقه في احسن تقويم، صيره في احسن تقويم، كونه في احسن تقويم. هذا شلون يطلع؟ فكون نشتغل عليه قبل الولاده. فقوة السمع جدا جدا مهمة.